في أمسية كروية حبست الأنفاس على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، اكتفى المنتخب المغربي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره المالي العنيد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كان المغرب 2025. تعادل أبقى أسود الأطلس في الصدارة، لكنه أجل احتفالية التأهل الرسمي إلى المباراة الثالثة أمام زامبيا. الشوط الأول، سحر دياز يفك الشفرة المالية. بدأت الموقعة بهدير جماهيري هز أركان الرباط، حيث دخلت كتيبة الناخب الوطني وليد الركراكي بنوايا هجومية واضحة باحثة عن الضربة القاضية المبكرة. ورغم التكتل الدفاعي الصارم لمنتخب مالي الذي أغلق المنافذ، إلا أن المهارة الفردية كانت الحل. في الدقيقة 45 ومن لمسة فنية راقية، نجح نجم ريال مدريد إبراهيم دياز في نثر سحره، مسجلا هدف التقدم للمغرب بعد عمل جماعي منسق، ليعلن عن فرحة هستيرية في المدرجات وينهي الشوط الأول بتقدم مستحق لزملاء القائد أشرف حكيمي. الشوط الثاني، فار يعيد النسور وصمودا حتى النهاية. سيناريو الشوط الثاني جاء مغيرا، حيث تخلى المنتخب المالي عن حذره وبدأ في شن غارات مرتدة سريعة أربكت الحسابات المغربية. نقطة التحول جاءت في الدقيقة 62 حين تدخلت تقنية الفيديو فار لتعلن عن ركلة جزاء لصالح مالي بعد احتكاك داخل المنطقة المحرمة. انبرى لها المهاجم لاسين سينايوكو 64 ببرودة أعصاب، واضعا الكرة في الشباك ومعلنا عودة النسور للمباراة. الدقائق الأخيرة شهدت طوفانا هجوميا مغربيا، حيث دفع الركراكي بكل أوراقه الرابحة الزلزولي والنصيري، وكاد المدافع المالي أن يهدي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع برأسية جاورت القائمة بسنتيمترات قليلة، لتنطلق صافرة النهاية معلنة اقتسام النقاط. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية. بهذه النتيجة تتعقد الحسابات قليلا، لكن المصير يبقى بأقدام المغاربة. المغرب 4 نقاط، الصدارة، مالي 2 نقطة، زامبيا 2 نقطة، جزر القمر 1 نقطة. وليد الركراكي مدرب المغرب: كنا ندرك أن المباراة ستكون معركة بدنية، أضعنا فرصا لقتل المباراة في الشوط الأول وركلة الجزاء أعادتهم للقاق. النقطة ليست سيئة، نحن ما زلنا في الصدارة وسنحسم الأمور أمام زامبيا. خلاصة القول: المنتخب المغربي قدم وجها طيبا في الشوط الأول، لكنه دفع ثمن التراجع في الثاني. الجولة الختامية أمام الرصاصات النحاسية زامبيا ستكون مباراة كسر العظم لتأكيد الزعامة القارية والبقاء في العاصمة الرباط خلال الأدوار الإقصائية.